السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصيكم بالمحافظة على الصلاة لأنها عمود الدين. اليوم أيها الأصدقاء سنتحدث عن موضوع مثير: المنتخبات التي ضمنت رسميا تأهلها إلى كأس العالم 2026، البطولة الأكبر في تاريخ كرة القدم بمشاركة 48 منتخبا. وقبل أن نبدأ بتفاصيل قائمتنا، لا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد حول كأس العالم. نبدأ أولا بأصحاب الضيافة: الولايات المتحدة، منتخب طموح يريد استغلال أرضه وجمهوره. وكندا عادت إلى المونديال بعد سنوات طويلة وجماهيرها تنتظر منها الكثير. المكسيك بعشق جماهيرها وخبرتها الطويلة تبقى ورقة الرابحة في أي مجموعة. ومن القارة الأمريكية الشمالية ننتقل مباشرة إلى آسيا، حيث الإثارة لا تقل قوة. اليابان سحر الأداء السريع، منتخب لا يكل ولا يمل. إيران حاضر دائما بتجربة وخبرة كبيرة في المونديال. كوريا الجنوبية تظل واحدة من أكبر مدارس كرة القدم الآسيوية. أستراليا منتخب يخلط بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي. الأردن المفاجأة الكبرى، أول مشاركة في التاريخ وحلم تحقق. أوزبكستان قصة جديدة تكتب، أول تأهل لممثل آسيا الوسطى. ومن آسيا نبحر إلى أوقيانوسيا، حيث هناك مقعد دائما يذهب لنفس المنتخب تقريبا. نيوزيلندا الزعيمة بلا منازع وتبحث عن إنجاز غير مسبوق في المونديال. والآن ننتقل إلى قارة أمريكا الجنوبية، حيث كرة القدم دائمة مليئة بالمتعة والنجوم. الأرجنتين حاملة اللقب تدخل البطولة بثقة عالية. البرازيل عملاقة المونديال بخمس ألقاب الكل يترقبها. الأوروغواي صغيرة في المساحة كبيرة في التاريخ والإنجازات. الإكوادور منتخب شاب طموح يملك السرعة وإسراع. كولومبيا بروحها اللاتينية وشغفها تعود لتضيء المونديال. باراغواي المقاتلون الذين لا يتركون شبرا في الملعب. ومن القارة اللاتينية نطير مباشرة إلى إفريقيا، حيث الحلم العربي حاضر بقوة. المغرب أسود الأطلس أوائل المتأهلين ومشروعهم أن يذهبوا أبعد مما فعلوا في قطر. تونس النسور المعتادة على المونديال بخبرة وتجربة تجعلها دائما منافسا شرسا. برأيكم أي منتخب سيكون مفاجأة كأس العالم 2026؟ هل المنتخبات العربية قادرة على تكرار إنجاز المغرب وربما تجاوزه؟ ومن المنتخب الذين تتوقعون خروجه المبكر رغم أسمائه الكبيرة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. مع السلامة.